السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخي صحتي بقول تتقدم لكم اليوم. الطبق ديالنا هو عبارة عن سباكيتي المعجنات الإيطالية اللي حضرناها بصلصة البولونيز وكذلك الخضر. هذا الطبق هذا بصراحة حضرته بواحد الصلصة اللي سبق لي وعطيتكم طريقة التحضير ديالها. كتجي ممتازة، كتجي حمراء، يعني ما تحتاجوش انكم يعني تديروا بزاف ديال الطماطم او لا ديروا مركز الطماطم، فهي كتعطينا اللون رائع جدا بصراحه وتعطي حتى المذاق. وهذا الطبق هذا جا ما نقول لكمش البنه ديال ديك الصلصه، يعني بان فيها مزيان. غادي نمشيو للمكونات ونمشيو لطريقه التحضير ونوريكم يعني حتى يعني شنو درنا في هذا الطبق هذا اللي جا بهذا الشكل هذه. انا بصراحه من عشاق الفلفل الاحمر. اول حاجه كناخذوا الخضر، كناخذوا اي نوع من انواع الخضر اللي كتعجبنا. انا شخصيا كنحب الخضر الباذنجانيه اللي هي عباره عن باذنجان، فلفل وطماطم وبطاطس. هادو هما الخضر الباذنجانيه، يعني هما 4 ديال الانواع. خديت الباذنجان، خديت البصله، خديت الفلفل، ثوم، درت معهم شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، ودرت معهم شويه سكينجبير. هادوك التوابل اللي درت مع الخضر درتهم حتى مع الكفته، هذه الكفته ديال السردين. شويه ديال الكمون، شويه ديال حبوب قزبر حبوب، الزعتره، سكينجبير، الملح والثوم. وغادي نعصر عليه شويه الحامض باش يحيد لنا ديك الزفوريه. الحامض كيجي يعني كيفيه جيده مع السمك عامه. نضيفوا ليها الزيت ومن بعد نخلطوا، يعني نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم باش يندمجوا ونخليو هذاك الشيء على جنب. اول حاجه كناخذوا واحد يعني طنجره او لا كسرون، كنديروا الماء حتى تيغلي ومن بعد كنسلقوا السباكيتي. انا هنا عندي 250 غرام، المهم كي هذاك تيبقى لكم نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. كنديروا الملحه وكنديروا كميه الماء تكون كثيره. منين يبدا الماء يغلي كناخذوا السباكيتي ديالنا وكنوضعوها في الماء، نحاولوا نخليوها حتى تطلق شي شويه من تحت وعاد نركو عليها ونخليوها تسلق يعني القياس اللي يجينا مزيان. كناخذوا الصلصه اللي سبق لي عطيتكم طريقه التحضير ديالها. شو كي تيجي اللون ديالها احمر، يعني واخا تحاولوا انكم ديروا الصلصه المركزه ما يمكنش يجيكم في هذا اللون هذا. المهم ديك الطريقه اللي حضرت معكم بصراحه جاتني غير هكاك. درت شويه الملحه وشويه البزار، شويه الخرقوم، وشويه ديال السكينجبير، قزبر حبوب، الكمون، وشويه ديال البسيبسه وقعقله. كيعطيو واحد المذاق رائع مع هاد الصلصه هذه. ثم خلاص دايرها انا في الصلصه، وورقه سيدنا موسى دائما كنطحنهم معها. كنخليوها تبدا تغلي، كنزيدوا لها الزيت، زيت الزيتون، ونخليوها تغلي. المهم حنا خصنا نحصلوا على هاد الصلصه هذه اللي حضرت معكم، فممكن انكم تردوها مركزه، بمعنى انكم من طحنوها وتصفيوها ردوها فوق النار وخليوها على نار مهيله حتى تنشف تولي لكم مركزه. بعد ما خليتها غلات واحد شي شويه، نتوما كتشوفوا باش ان دوك التوابل يعني تطلق وتعطي النكهه ديالها. خدينا هذاك السمك اللي شرمناه وخليناه ياخذ الشرموله ديالو. شفتوا الصلصه كي تجي رائعه جدا بصراحه. يعني انا اكتشفت شي حاجه ما دايرهاش. هذا اكتشافي بصراحه والله العظيم. بقيت جالسه كل نهار ندير شي حاجه انا خصني نحصل على طماطم تكون اللون ديالها احمر. صافي جاتني فكره انني ندير دوك المكونات والحمد لله عطات يعني نتيجه رائعه. بعد ما درنا الكفته ديال السردين، يعني خلطناها مزيان باش تفك، ما نخليناش تبقى مكركبه، تطلق تجينا بصلصه بولونيز. كنضيفوا القزبر والمعدنوس باش تعطينا داك اللون الاخضر، كتجي مع الصلصه كتعطيها واحد الشكل وفي نفس الوقت تعطيها المذاق. نخليو هاد المكونات تغلي شي شويه. تقدروا تزيدوا لها واحد شويه ديال الزبده، لان الزبده كتعطي واحد المذاق حتى هو زوين. يعني الناس اللي بغاو الزبده ما بغاوش يديروا على الزيت بلديه صافي.
هذاك السردين درت مع شويه ديال الزعتره، والصلصه فيها ورقه سيدنا موسى. اذا المذاق هو هذاك. خدينا هذه السباكيتي درناها في واحد الصحن، درت فوق منها الخضر، ودرت من فوق منها صلصه البولونيز، وحنا كنقدموها وكناكلوها بصحه والعافيه. تقدروا ديروا فوق منها الجبن الا بغيتو، انا ما عنديش. وبصراحه ما صافي، انا جاتني هكا مزيانه وبنينه بصراحه، جات المذاق ديالها ممتاز. ديك الصلصه ما نقول لكمش كيفاش كتجي، ديك الحلاوه ديال سميتو كتعطيه واحد التناغم. هذا هو الطبق ديال اليوم، كنقدم لكم الصحه والراحه. ما تردوش انكم تجربوه، بصراحه كيجي ممتاز. وما تنسوش تشاركوا معايا وديروا لايك، والى اللقاء.